مش عارفه ليه الترافل سايز الكواليتي بتاعته احلى من الكبير. انا عندي من دول فول سايز، كواليتي الترافل سايز احلى بكتير. ما بقاش زينة، ما تبقاش سفرية كده تعدي غير لما معايا. والله العظيم يجرى حاجة لولا صحيت. بس عايزة اوريكم السويم سوت ده من سواجيبي. انا قعدت كتير قوي على ما الاقي. لولا ممكن تيجي كده شوية؟ صباح الخير يا قلب ماما، صحي على المايو، اديني بس ثواني كده. انا قعدت ادور كتير قوي على مايو مودست يكون فيه كل المواصفات اللي انا بحبها، يبقى مايو خفيف، مش تقيل، مش طبقات at the same time، يكون لونه مختلف. انا عندي كل مايوهاتي زرقاء، كنت عايزه مايو مختلف في نفس الوقت يبقى معاه الجيب دي، لاني مش بحب المايوهات اللي هي بتبقى قصيره. بس دي جيب اكسترنال مع كمان الكاش مايو ده بيتربط كمان عليه، بيبقى تحفه. الوانه مختلفه بصراحه جدا. واهم حاجه بقى، استني يا لولا ثواني يا حبيبتي، جت بقى التحفه في سواجيبي وانا جبت منه كذا لون عشان المايوهات اللي عندي. الطرحه دي يا جماعه، دي طرحه ووتر بروف. هي بتبقى كده، تربطوها بعد كده ده تل كده، ترجعوه ورا، بعدين بقى تربطوها زي ما انتوا عايزين. عايزين تربطوها لورا هتبقى حلوه، انا بحب اربطها كده زي الطرح العاديه، بحيث شكلي بيبقى احلى وشكلها تحفه وفيري ستايلش مع المايو. وبصوا انا بحاول اجيب المايو كله خطير. قبل كده عندي مايو منهم السنه اللي فاتت، ماتيريال بتنشف بسرعه ومش طبقات، لان انا قبل كده جبت من كذا حد بركيني، كان للاسف المايو البركيني ده بيبقى طبقات، فهو الموضوع مش ناقص ان انا كمان ابقى لابسه من تحت كذا طبقه. فلا، هو الماتيريال بتاعته حلوه قوي وعجبني بصراحه. ولونه كمان، ايه رايكم في لونه؟ مختلف شويه صح؟ البنات بداوا يصحوا فانا مش عارفه اعمل اي حاجه في الايام بقى العصيبه قوي اللي زي النهارده دي، لان احنا رايحين الاكوا بارك، هنقعد طول اليوم بره في الشمس في الحر. فانا بستخدم الهيلما دير من اورينت بيرل. اولا انا بستخدمه مع المايو بكل امان لانه مش بيسيب اي وايت كاست. هو اصلا ده قرب يخلص للاسف، انا جايباه هنا ليه بقى؟ ليه؟ عشان اخر شويه يخلصوا وارميه ما ارجعش بيه. ودي بقى حركه من التريكس بتاعت السفر، خدي الحاجات اللي قربت تخلص. التمبلر بتاعها، بصوا يا جماعه، هو مش يعني بحطه عادي جنب اللبس اهو، اهو بيجي على اللبس اهو، بصوا مش بيبقع، مش بيعمل اي حاجه. ففيري سيف، انا بحبه جدا. كمان ريحته بتقعد. وهو بقى من الحاجات المهمه جدا اللي هو مضاد للتعرق. من الحاجات بقى المهمه جدا هو انتي بكتيريال، هو بيقضي على البكتيريا المسببه للعرق، بيساعد ان المنطقه اللي تحت الارم دي انها تتفتح بعد فتره مع الوقت مع الاستخدام. بالنسبه لي بصراحه اهم حاجتين في الديودرنت انه ما يبقاش بيبقى على الهدوم، وانه يبقى بيقعد، وانه كمان بالنسبه لي ريحته تبقى حلوه. في كمان الكوكونات، انا بحب الكوكونات فانيليا ده كمان في الصيف قوي، ده بحطه بالليل. ده كمان بحبه جدا بعد ما بستحمى بقى وقبل ما بنخرج بحط الكوكونات فانيليا. فانا جايبه دول، ده خلاص والله ده اصلا خلاص بيخلص، لما ارجع بقى هيكون الريستوك وصل لي. هيلما ديرم ان هم عاملين اوفر خطير، والاوفر ده مكمل حبه في الصيف. عاملين لو اشتريتوا باي 1 جيت 1، فانت كانك هتجيبي 2 ديودرنتس بسعر واحد. وعاملين اوفر تاني باي 2 جيت 2. فمثلا لو فرضنا ان احنا هنشتري السان بلوك بتاع الاطفال ده، او بتاع الجسم عامه، مش بس مناسب ليكي ولجسمك وللاطفال، وفرضنا ان احنا هنجيب مثلا الفلويد او الكريم، بشوف انه اساسي الجل ده اللي بحب احطه كمان جدا. هحطه دلوقتي قدامكم واوريكم الملمس بتاعه خطير. بس لو فرضنا ان احنا هنجيب الاربعه دول، انتوا هتشتروا اتنين هتاخدوا اتنين هديه، هتاخدوا 10% خصم بالكود بتاعي، وكمان بلس كل ده هتاخدوا فري دليفري. فبجد انا اخر مره كنت حاطه في الكارت، هعمل لكم سكرين شوت، اللي وفرته اكتر، يعني وفرت 500 جنيه، دفعت 400 جنيه. يعني 500 وحاجه دفعت 400 وحاجه. فحقيقي الاوفر ده بيخليكي توفري كتير جدا، فاتس جود تشانس انكم انتوا تديله فرصه وتجربوه. بصوا امبارح كنت حاطاه للولاد، بصوا انا في البحر الاحمر وانتوا عارفين شمس البحر الاحمر، اوكي. امبارح حطيت لولا من الملك اهو، يا مش احنا حطينا من ده امبارح؟ حطيت لولا من ده، بصوا الحمد لله ولا اتسلخت ولا اتحرقت. وده اهم حاجه بالنسبه لي. بالنسبه للاسمرار، لو طبعا قاعدين في الشمس من الصبح، الاسمرار ده للاسف يعني ايه، حاجه طبيعيه. حطي في وش يا لولو. يعني اكبر دليل ان احنا مفيش اكبر من شمس البحر الاحمر وحرقان البحر الاحمر. مالك بقى الجزمه مش لازم تحط
عشان عايز تعمل تاني. فعماله اقنعها ان مفيش حاجه ملك اسمها كده. ملك السنه اللي فاتت حاولت تعمل. ايوه عم احط كده بس خلاص كفايه عشان هو هيحط كتير قوي. حطيت كتير جدا. شويه منه بيحطوا كتير. ممكن من ده ناخد بقى في كل جسمك وناخد هنا. دولة ملتزمه بالصن بلوك. شطوره. ماما اذا طلعوا دول بص عملت ايه. شكرا يا ليلى. يعني زي اختك. انا بحب الصراحه للولاد كمان بحب احط كميه محترمه. تروح البيت. ايوه عشان هي مش بتحب الصن لكن انا بحب الصن بلوك عشان ما احلقش. تتحرقيش صح وتتوجعي. بصوا المالتي كلر اللي حصل لي فبقيت بجد بحط على طول. انا بقيت اتخيل انا بقيت بتخبط الجل. انا هحط الجل النهارده مع اني بحب احط الجل ده اكتر لو انا حاطه ميك اب بحطه كبرايمر. الميك اب هو برايمر خطير. انا عايزه اقول لكم سر ان انا ساعات بحط منه لو مش نازله الصبح. لو عايزه احط ميك اب بقوم حاطه. بصراحه يا جماعه ما بقتنعش بموضوع البيتش ميك اب. مفيش حاجه اسمها بيتش ميك اب. احنا بنحط سان بلوك وبنري ابلاي السان بلوك على وشنا. كان الله بالسر عليم. هحط بس ليب جلاس كده. يعني ايه بيتش ميك اب دي؟ انا عايزه اعرف. يعني طب ما انت هتنزلي البحر او الميه هتتهببي وشك كله. ميك اب ايه؟ هاخد بقى معايا الفلود عشان اري ابلاي على البحر. وهاخد الميلك عشان احط للولاد. غبيه. بصوا انا جربت ده في تركيا كان خطير. ده الليب جلاس بتاع كوين باي لورد. خطير. اولا هو بيرطب اللبس جدا. لونه يا جماعه تحفه. بصوا انتوا مش محتاجين اكتر من كده على البحر. في منه كمان الوان تانية. انا عايزه اجرب الالوان اللي على نوت شويه. ده شويه كده على مش قادره اقول بينكش قوي. بس بصوا الجلاس بتاعه تحفه تحفه. خطير. This is a must try من كوين باي لورد. تحفه. بس انا مش محتاجه اكتر من كده على البحر. صحي ملك بقى عشان هي الوحيده اللي ما صحيتش كده. انا لبست برواقه وهدوء اقدر ان انا اكمل معاهم اليوم.